السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. بعتذر عن الفترة اللي فاتت، ما كنتش قادرة انزل فيديوهات، كنت تعبانة جدا والله. ودخلت في مشوار، يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين. طبعا يا جماعة انا ليا فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات. كنت اخر حاجة عاملاها معاكم الكيكة من ايام العيد، ومن ساعتها كنت في فرح واغمى عليا. ومن ساعتها رحت للدكتور واكتشفوا عندي مخزون الحديد 3. كنت بيغمى عليا على طول. اليوم والتاني بركب محلول، واليوم والتاني اصلا كنت عند دكتور شكل عشان عشان يكتشفوا عندي ايه اللي بيحرق الحديد عندي. كنت تعبانة جدا ونفسيتي كانت متدمرة. على طول كنت بيغمى عليا، وجوزي كان عايز يكتشف ايه اللي بيغمى عليا على طول. كل ما اكل اكلة فيها حديد بتحرق الحديد ويروح اغمى عليا. كنت قاعدة عند ماما، والحمد لله الحمد لله من فضل ربنا. خفيت وبقيت مع المحاليل يوم ويوم. كنت الاول كل 3 ايام لغاية لما المحاليل عندي بتتحرق. راحوا مرقبين لي يوم ويوم عشان يعني جسمي يرجع الحديد زي الاول. بس الحمد لله اكتشفت عصير جميل جدا جدا للحديد والانيميا والفقر الدم، والناس كتيرة بتشكي من مخزون الحديد. انا ما كنتش اعرف يعني ايه مخزون حديد لما اغمى عليا ساعة الفرح، واخدوني على طول للدكتور. وراح قالوا لي على مخزون الحديد ده قليل جدا عندي. كنت على طول بقى يغمى عليا واروح في غيبوبة خالص، ما كنتش اصلا قادرة. طبعا احنا قلنا بقى احسن ما ناخد محاليل يوم ويوم، والعروق بتاعتي اصلا مش موجودة، مش عندي العروق بتاعتي ضعيفة جدا جدا. رحت قلت لا، احسن ما اشك كل شوية بقى محاليل وابر. كنت على طول، بصوا عايزة اقول لكم انا جسمي اتبهدل من كتر الابر والمحاليل والمسكنات. كنت تعبانة جدا جدا. رحت اكتشفت عصير جميل جدا جدا، دكاترة كتير قالت لي عليه. وانا قلت لا، عشان انا مش بحب البنجر. حبيت ادخله حاجات جميلة واعمله معاكم للناس اللي تعبانة، وربنا يشفي كل مرض يا رب، اللهم امين. رحت قلت لا، لازم اوريكم السر العصير بجد في مخزون الحديد. جبت اول حاجة عندي كوباية من الحليب، كوباية كمان من المية، وعليهم حبة بلح كده، اللي هو التمر اللي هو الطري، اللي هو التمر العادي بتاعنا. طب لو انت عندك ناشف هتبوشيه في ميه، هيقعد ليله كامله او 4 ساعات كده لغايه لما يبوش. بس الافضل يعني اللي هو البلح العجوه. ده حلو قوي، كان جايلي من السعوديه مخصوص اصلا عشان الحديد بتاعه كده. يعني انا حاجات كتيره جات لي من السعوديه والله، عشان المخزون الحديد ده عندي كان قليل جدا. كان على طول بيغمى عليا، كانوا بيجيبوا لي حاجات اصلا من السعوديه عشان الحاجه نظيفه هناك ومش بتتغش قوي زي هنا. جبت عندي بنجرتين كده حلوين، بس انا بصراحه عشان مش بحب البنجر اصلا وما بطيقش ريحته. حطيت واحده، بصوا هنا بقول لكم، بصوا عامل ازاي لونه جميل جدا. حطينا ايه؟ حطينا كمان هنحط موز. حطيت بنجرايه سلقاها كويس جدا وقطعتها مكعبات صغيره، وحطيت البلح اللي هو العجوه، حطيت حبه حلوين كده، كوبايه من الحليب وعليهم كوبايه من الميه. مش حابه تحطي ميه تحطي حليب كله، مفيش ايه مشكله، بس انا قلت عشان تبقاش تقيل عليا حبيت ايه احط كوبايه كده وكوبايه كده. جبت تفاحة واحدة بس او تفاحتين، مفيش اي مشكلة يعني، لو مش متوفر عندك التفاح يعني تستغني عنها. بس عايزه اقول لكم العصير ده حلو قوي. حتى الناس يعني مش بتشكي اصلا من مخزون حديد يعني، ولا كمان انيميا ولا حاجه، تعمل العصير ده للاولاد. حلو قوي، مفيد جدا جدا للجسم وللفقر الدم، والناس اللي بتشكي من المخزون الحديد او كمان تشكي من الانيميا. حلو قوي ليه؟ عشان في بنجر وفي حاجات دسمه جدا، حلوه قوي للانيميا وكده، وكل الناس اللي بتشكي من جسمها او الدوخه او هزلان في الجسم او الاعصاب سايبه، تعمل كوبايه العصير دي جميله جدا. طبعا قلت البنجرايه التانية اللي انا سلقاها برضو هعملها بوصفه تانية. هتجيبي ايه؟ هتقطعي البنجر بتاعك مكعبات، هتحطي رشه ملح ورشه فلفل اسمر ورشه عندي كمون، وحطينا عصره ليمون. طب انا عشان مش عندي كمون حطيت ملح، وحطيت ليمونايه، وحطيت كمان هنا البهارات، قلت عشان تبقى ريحتها حلوه. حطيت بهارات عندي بهارات عندي كفتة، بهارات لحمة، بهارات فراخ، تحطيها عشان تغير الطعم بتاع البنجر شوية، عشان انا مش بحب البنجر اصلا. بس حبيته بقى بطريقة العصير الجميل ده. عايزة اقول لكم والله العظيم اللي هو اللي رفع عندي مخزون الحديد، والحمد لله الحمد لله من دعوات الناس كمان ربنا شفاني. وبقيت عندي الحديد دلوقتي اترفع بقى 200، الحمد لله الحمد لله، وبقيت دلوقتي صلبة طولي احسن من الاول بكتير.
طبعا بكوبايه العصير دي، واول حاجه من فضل من ربنا والدعوات كمان، وبقينا العصير ده عملته هو اللي رفع بجد والله العظيم يا جماعه. مخزون الحديد بتاعي بقى عندي دلوقتي لسه محللاه اول امبارح، والله بقى عندي 200 وحاجه كمان بقى عالي. هو اللي مخليني برضو مسبب لي دوخه ومسبب لي اعصاب جسمي وجعاني عشان عالي. طبعا احنا هنوطوه دلوقتي، هنوقف العصير بتاعنا الجميل ده. بس عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه العصير ده حاجه كده بجد تحفه بجد، احسن ما تشككي بقى. بصوا عايزه اقول لكم انا، بصوا ايديا بقت سودة حتى بقى.